وانتهت مباراة الأهلي والترجي بالتعادل السلبي 0-0 في رادس. الحمد لله طبعا على النتيجة، الحمد لله على ان احنا ما دخلش فينا أهداف، لكن خلوا بالكم النتيجة دي خادعة جدا. نتيجة 0-0 خادعة، لأن أنت حتى لو حطيت هدف في القاهرة فأنت طول المباراة هتبقى على أعصابك، لأنه هو لو تعادل معاك بهدف البطوله راحت له على طول. فانا كان نفسي بامانه النهارده ان احنا ما نلعبش بطريقه دفاعيه بس، ويكون الهجوم عندنا فعال بطريقه اكتر من كده. وسام ابو علي كان بيكافح جدا عشان بس يمسك كوره، وعشان توصل له كوره ما كانتش بتوصل له الكوره. قدم مباراه قويه جدا النهارده بصراحه، مهاجم ممتاز جدا، مهاجم هجام. كان نفسي على الاقل النهارده نحط هدف، كنت هترتاح جدا في مباراه العوده، لكن ما فيش مشكله. اهم حاجه ان انت ما دخلش فيك اهداف، وتقدر باذن الله رب العالمين وسط جمهورك اللي هيكون مالي الاستاد ان انت ما يدخلش فيك هدف زي ما دخلش فيك هدف النهارده في رادس. ادائنا النهارده كان مهزوز الى حد ما. لما بتمسك الكوره كنت بتدافع فقط لا غير بقوه، انما لما كان بيبقى معاك الكوره ما كنتش بتنقل 3-4 نقلات على بعض. ما اعرفش اللعيبه كانت بتلعب على ايه النهارده، يمكن يكونوا كانوا متفقين ان هم يلعبوا على التعادل، ممكن يكون دي خطه المدرب. بس انا دايما ما برتاحش للنتيجه السلبيه 0-0 خارج الديار، بامانه نتيجه خادعه جدا. بس انا عندي ثقه في فريقنا وفي لعيبه الاهلي قدام جمهورهم، ان شاء الله رب العالمين هيعملوا مباراه قويه جدا في القاهره، وهيكسبوا باذن الله بفارق هدفين على الاقل، وباذن الله رب العالمين البطوله 12 في دولاب الاهلي. يا رب اصابه علي معلول ما تكونش اصابه قويه ويلعب معانا في مباراه العوده. احنا كنا محتاجين علي اكتر في مباراه العوده. مباراه الذهاب كانت مباراه دفاعيه، فما فيش مشكله ان علي ما يكونش موجود. اي نعم كان هيفيدنا، بس عدم وجوده مش هيأثر معانا كتير. لكن في مباراه العوده محتاجين علي معلول بطريقه كبيره جدا. يا رب يلعب باذن الله رب العالمين ويقدر يرجع ويلعب معانا مباراه العوده. وان لا قدر الله ما قدرش يلعب فما فيش مشكله، ان شاء الله الاهلي بمنحدر، وباذن الله رب العالمين اللي موجود في الملعب هيقوم بدوره، وباذن الله هيفرحوا جمهورهم ان شاء الله رب العالمين. النجمه ال 12 على تيشيرت الاهلي. نشوفكم في مباراه تانية. شكرا ليكم، سلام.